واحد بيحكي لي وبيقول لي كان عندنا في حي المنيرة راجل عجوز اسمه عم أحمد. كان شغال موظف وطلع على المعاش، ومن أول ما طلع على المعاش وبقى هو مؤذن المسجد، مفيش فرض بيفوته ولا أذان ما يرفعوش بصوته الجميل. بس الراجل ده كان بيعمل حاجة غريبة جدا، كل يوم ينام بعد العشاء ويصحى لوحده من غير ما حد يصحيه. الساعة 2 الصبح يقوم يقيم الليل، وبعد كده يخرج في الشارع يلف حارة حارة ويقول بصوته الجميل يا كريم. وأول ما نسمع يا كريم بتاعت عم أحمد نعرف إن الفجر خلاص قرب. الراجل فضل كده لمدة 15 سنة، صيف وشتاء، لازم يصحينا كلنا ويقول يا كريم. وطبعا كنا بنتكسف على دمنا ونقوم نصلي. وفي مرة سألته وقلت له قول لي يا عم أحمد، ايه سر يا كريم اللي بتقولها كل يوم؟ ده انت عمرك ما غيرتها. رد وقال لي اديك قلت سر، ازاي بقى عايزنا اقولهولك؟ وضحك ضحكته الجميلة لغاية ما في يوم صحانا للفجر كالعادة، وكان ساعتها ليلة 27 رمضان. دخل المسجد وفتح الميكروفون وقال بصوت مسموع النهاردة يا كريم، النهاردة يا كريم. وبدأ يأذن لحد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد كده وقع مات من غير ما نعرف السر، مات في لحظة كلنا بنتمناها، مات وساب السر مفتوح في خيال كل واحد فينا. جميلة الصلة اللي بتكون بينك وبين رب الناس، إنك تكون بتتكلم وبتناجي ربنا وكأنك شايفه وبتفضفض معاه وبتحكي له عن أسرار خفية هو بس اللي شاهد عليها. فيا ترى كان سرك إيه مع ربنا يا عم أحمد؟ إلى اللقاء.